السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين متابعين زاهية داوود. ألف ألف شكر يا حبايب قلبي، ألف شكر لكل اللي يحط لايك، كل اللي يحط كومنت. ربنا ما يحرمني منكم أبدا. يا رب ارحم موتانا واشف مرضانا. دعواتكم للحاج أبو أيمن ربنا يشفيه. معلش يا جماعة أنا ملخومة معاه، والله والله يعني انتوا بتدعوا له ربنا يجعله من حده ومن نصيبه، وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحم بنتي وجوز بنتي وارحم جميع موتى المسلمين، وارزقنا بالرزق الحلال الكتير الوفير يا رب. يرزقنا كده بالناس الطيبين اللي يدعمونا ويقفوا معانا ويقفوا مع الأولاد ويقفوا في ظهري يا أرحم الراحمين. انتوا عارفين يا حبايب قلبي إن أنا ماليش معاش، ماليش إلا ستر ربنا، والله هو ربنا اللي بيسترها من عنده. فيا حبايب قلب ربنا يصلح حالكم ويروق بالكم ويصلح حال البلاد والعباد وينصر شعب فلسطين وغزة والمسجد الأقصى، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا يا حبايب قلبي أنا طالعة ببارك لتاتا منى على الهدايا اللي جات لها يا حبايب قلبي من الشيخ أم ناصر. الشيخ أم ناصر اللي قيمة وقامة، الشيخ أم ناصر الله يستر الدنيا وآخرة ويزيدك من نعم الله يا حبيبة قلبي، وتهدي الناس كلها بالهدايا بتاعتك الجميلة كده. والله أنا ما شفت إلا النهاردة لما لقيت مش عارفة مين اللي بيتكلم، تفاحة ولا مين، فبصت كده ما شاء الله، اللهم صل على النبي اللهم بارك. طبعا يا جماعة ان انا يعني مش شغالة قوي، انا كنت بعمل فيديو بسيط بس يعني مش حاطة دماغي في القناة قوي. بس اللهم صل على النبي اللهم بارك، الف الف بركة يا تاتا منى. ربنا يخليك يا شيخ ام ناصر وتهادي وتجيبي وهداياك جميلة. ربنا يزيدك من نعم الله يا حبيبة قلبي. والهدايا بتاعتك جميلة كده ما شاء الله بشوفها يعني، وشفتها برضه عند ياسمين. شفت العربية وهي بتنزل، اللهم صل على النبي اللهم بارك اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد كل حي من نعم الله ويخليك كده وتهادي وتجيبي، اللهم بارك. وتهادي الناس كلها، والله الهدايا بتاعتك حلوة بتفرح الناس كلها. اللهم بارك، ربنا يزيدك من نعم الله. يا شيخ ام ناصر يا بنت قطر، ربنا يخليك وتقف في ظهر الناس كلها. انت فعلا قيمة وقامة، انت محترمة، انت بنت أجاويد، انت بنت شيوخ. لان فعلا انت لما بتخش بتفرحي، ربنا يفرح قلبك يا رب، يفرح قلبك زي ما بتفرح الناس كلها. وألف مبروك لتتمنى. عفوا يا حبايب قلبي والله أنا تعبانة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا يا جماعة الخير، زاهية بقى أتكلم على زاهية. ربنا يخليك يا زاهية لولادك ويبعد عنك أي حاقدين وحاسدين واللي حاطينك في دماغهم. أنا شايفة يا جماعة إن ما فيش حد بقى بيتكلم على زاهية دلوقتي زي الأول، لأن الست في محتواها، الست في مكانها، الست طلعت فسحت وجات وخدت اولادها واتفسحت اليومين بتاع العيد وجايه شايفه محتواه. كانت فاتحه لايف الصبح، انا حتى لما شفتها كده انا دخلت لها، والله كنت لسه قايمه كده ولقيتها شغاله، دخلت لها صبحت عليها. الست ما شاء الله على متابعينها، حتى اللي هم كانوا الاول ما بيخشولاش بقى بيخشوا لها دلوقتي من جميع انحاء العالم، لان زاهيه فعلا تستاهل كل خير. وزاهيه الظلم الكتير يا حبايبي، انا بقول لكم، انا كم ايمن انا بقول لكم زاهيه الظلم الكتير من الغريب ومن القريب، واكتر حاجه من اخواتها. زاهيه اتظلمت من اخواتها اللي هي عملتهم، اللي هي زاهيه دلوقتي خرع على دماغهم. يعني هم لما بيطلعوا يعملوا لايفات وبيعملوا فيديوهات، كل ما بيخشوا بيدعموا وبيجي لهم خير، السبب في زاهيه رب العالمين هو الاول، وبعد كده السبب زاهية يا جماعة الخير. طبعا يا جماعة ربنا ما شاء الله يعني ربنا يبارك لها يا رب ويزيدها من نعم الله. ايوه يا حبايب قلبي، طبعا زاهية تستاهل كل خير. زاهية بتتحارب من القريب قبل الغريب، ما هم اللي بإخواتها هم اللي بيعضوا فيها، اخواتها هم اللي كانوا بيطلعوا سرها. ولحد الان برضه في ناس مش سايباها في حالها، ده اللي هم اخواتها يا جماعة. فالست دي خرع على الكل. فانت يا زاهية خليكي في محتواكي زي ما انت ماشية، ربنا يخلي لك اولادك. طبعا يا جماعة برضه انا كنت وياها لما في حد بيخش لها بكومنت ان ابنها هيشوف شغل. يا جماعة ده لسه متخرج جديد، كل الشباب كده يا جماعة، كل الشباب كده فالشغل.
فالشغل فالوظايف مفيش يا جماعة زي زمان. كان الشاب من دول يخلص كليته ده لما كانوا بياخدوا الدبلوم كان بيلاقوا وظايف، لكن دلوقتي مفيش شغل يا جماعة. وربنا يصلح حالهم ويروق بالهم. هي الست بتشقى وبتتعب عشانهم وعاملة القنوات عشانهم، وربنا بيرزقها من هنا ومن هنا عشان خاطر أولادها. مسير إن الشاب من دول بيعتمد على نفسه وبيشتغل. يعني ربنا يرزقهم، يرزق الشباب كلهم ولادها محترمين وجوزها محترم وهي في حالها بصراحة. ربنا يزيدك من نعم الله يا زاهية، ويبعد عنك الحاسدين والحاقدين، يتهدوا ويجي لهم حاجة تهدهم بعيد عنا إن شاء الله بحق جاه النبي. يعني بصوا يا جماعة الخير، انتوا شايفين اللي بيحصل اهو، شايفين اللي بيحصل على المنصة بين الأختين، بين أم فالح وبين أم ناصر. وأنا طلعت وقلت أنا ماليش دعوة، لسبب إن أنا عايزة الناس دي تهدى عنهم. يعني أنا بتكلم إن من هنا دي يسكت ودي يسكت، تبص تلاقي المكان هدي، يعني المنصة هديت. لكن من هنا الكلام ومن هنا الكلام، ما فيش غير الشيخ ام ناصر والشيخ ام فالح، الشيخ ام ناصر والشيخ ام فالح. فلما مثلا انا اسكت وغيري يسكت وغيري يسكت، تبص تلاقي المنصه هديت. فربنا يصلح الحال ويروق البال يا رب للناس كلها، ويصلح حالك يا زاهيه ويخلي لك ولادك ويزيدك من نعم الله. فعلا والله العظيم انت قيمه وقامه، بتطلع بمحتواك ذوق وادب واحترام. الست ما بتغلطش والله يا جماعه، وكل اكله وكل شربه وكل حاجتها ما شاء الله عليها تشرف كتامة والبلاد اللي حواليها. طبعا يا حبايب قلبي برضو ببارك لتيتا منى على الهدايا، ألف مبروك، ربنا يرزق الناس. طبعا كل اللي بيخش لي يا جماعة، هو انت مش كانت ام ناصر قايله لك ده انا هجيب لك هدايا؟ امال ما جابتلكش لا زي اللي جابت لهم يا جماعة؟ ده الرزق ده بتاع ربنا، ما تجيبش. هي كفاية بس ان هي نطقتها وقالت لي هبعت لك كراتين، بعتت ما بعتتش، ده حرية شخصية مش بالعافية. والرزق ده مش بالعافية. تليفونات يا جماعة تجيني، هو انت ليه يا ام نصر ما بتخشليكش؟ انت ام نصر ما بتسألش فيكي؟ هي تاتا منى خدتها منك؟ هي تاتا منى يا جماعة الخير ده الرزق ده بتاع ربنا. الست ما كان خرع عليا وكانت عطياني كتر ألف خيرها. فيا رب يا رب يا شيخ ام ناصر تخش حتى لو بتعليق تكبر بخاطري عشان الألسنة دي كلها تسكت، ان هم يسكتوا وما يقعدوش يهروا في المهر ويتكلموا كتير. يعني اخش حتى لو بتعليق جبران خواطر، ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبة قلبي. انت لما بتخش اي قناة بصراحة بتنوريها وتشرفيها. ربنا يسعدك ويبارك لك ويزيدك من نعم الله، اللهم امين يا رب العالمين. بس كله ملاحظ بقى ان انت ما بتخشيش، يعني هما بيقولوا بقى ده هي خدتها منك، دي ما بتسألش فيكي. يعني عليات تليفونات حتى لما جت الهدايا لتيتا منى، ناس كتيرة بتتصل عليا، هي ما بتسألش ليه، هي ما بتخشش ليه، هي مش احنا شفناها وهي كاتبة. طب يا جماعة ده بتاع الحاجة دي بتاع ربنا، الرزق ده بتاع ربنا مش بالعافية. الأرزاق بإيد ربنا، يعني اللي نصيب في حاجة بيشوفها وبياخدها. فاحنا مش هنقعد ندق على اللي يخش واللي يعمل، وكل واحد بياخد زيادة عن نصيبه. يعني مفيش حد بياخد أكتر من اللي ربنا كاتبه. الرزق ده بتاع ربنا يا حبايب قلبي، وربنا يصلح الحال ويروق البال، اللهم آمين يا رب العالمين. متنساش اللايك بقى بإيدكم الحلوة دي، وربنا يسترها عليكم، ومع ألف سلامة.